خلينا الأول نعلق على موضوع حرق الكنايس. على الأقل 9 كنايس النهاردة تم إحراقهم. في أقاويل بتقول 16، في أقاويل بتقول 9. ما أنا عشان كده بقول لحضرتك على الأقل 9. أنا بقول إنه من تطاول على الكنائس وحرقها هو ليس بمصري، وإنه يعني المصريين المسيحيين ما عندهمش مانع يضحوا بالكنائس كلها، بس مصر تنجو مما هي فيه. ولكن هذا الذي يحدث هو يعني محاولة لعمل فتنة في مصر كلنا هنتصدى ليها، ومحدش هيقدر يشقنا نصين ابدا اطلاقا. يعني حتى يعني الفتنه في مصر لان احنا متنبهين لهذه المؤامره، ويكفي انه في سوهاج المسلمين اشتركوا في اطفاء الحرائق فيها. هذا دليل على انه الجماعه الوطنيه واللحمه الوطنيه ما زالت بخير. ولكن من تطاول على الكنائس وتم بحرقها هذا مدان بكل اشكال الادانه وهو ليس مصريا. طيب كان في تعليق للاستاذ نبيل زكي ان ربما حرق الكنائس ما يكونش الهدف منه الفتنه الطائفيه فقط، لكن كمان يكون الهدف منه ان يا امريكا يا اوروبا تعالوا الحقونا لان الكنائس بتتحرق. أنا شخصيا طول عمري ضد التدخل الأجنبي، وأي حد هيتدخل في شؤون مصر هبقى واقف ضده تماما، لأن إحنا المصريين نستطيع أن نحل مشاكلنا بنفسنا، وإحنا يعني بلغنا سن الرشد ونستطيع أن نتعامل مع كل القضايا وأخطرها بالمصريين وليس بالخارج. نعم. حظر التجوال واللي المفروض ان هو هيفرض كمان ربع ساعة، تعتقد ان هيتم الالتزام بيه من اول يوم ولا هيبقى فيه يعني بعض الخروقات؟ لا، انا شايف انه الاخطار في الشارع المصري شديدة للغاية، يجب الناس تلقط انفاسها، ويجب ان ينفذ حظر التجول بعناية وبدقة وبقانونية وبموضوعية شديدة وبحذر وبسلمية ايضا. نعم. القوات المسلحة كمان بتهيب بجميع المواطنين معاونة أفراد الجيش والشرطة في تأدية مهامهم. طبعا يعني المفروض الناس تلتزم وتلقط أنفاسها عشان نقدر نكمل طريقنا. نعم. أستاذ جورج إسحاق، شكرا جزيلا لك. وأريد